يا أستاذ الفاضل، السلام عليكم. قصيدة كتبت لها إلى فلسطين الحبيبة. غريب الدار أفقي قد تجهم، والأو ركابي التسفار والهم. أأكتب ما أريد وأن كتبي تبيت سبية بالجمر تضرم. جناح الليل مقصوص مهيض كما هيض السحاب فراح يزجم. متى نصغي إلى شيء حديثا وزهر الفجر بالألحان ينغم. أهرب من نفسي ضيفا للقبر حميم، أهبط من شمس الحرية للعالم مشدودا في سر صراع، مخبوءا في دنيا الوهج بجناح مقصوص ثائر حرب شعواء. لهيب المصدر في عين الحلاج وراء سراب، بقطف المجنون لورد الحي الأحمر. أرجع لفراش الجمر تتساب في وجه الأمواج غمام، ثمة وجه كالح مختبئا بعباءته السوداء ليدس السم الأسود لي كي يقبض جائزة الأسياد. الآن تنويعات تحاصرها الأسئلة كتبتها في هذه القاعة أهديها لحضراتكم. لقد شاهدت فأرا صار قطنا يأكل الفئران. هنالك قد رأيت بملء إعجاب خروفا صار ذئبا يأكل الخرفان. رجل يحمل في يده سكينا والأخرى يحمل فيها ديكا، فوضع تلك السكين على عنق الديك. تذكر ولديه المذبوحين بمدية داعش، فرمى السكين بعيدا وبكى. وهنالك شيخ قتلوه بمسدس كاتم صوت توجيها لغرائب فطرتهم إن لقتل الناس على عادتهم يقتلون. مطر يرتله الفرات مذ كان في سفر السحاب، يهمي دموعا راعفة. أمضى يفتش عن بلاده في عباب الأرض، فأضاع نحشه في مراسيم الضحايا. فادعوه مطر مدان، فكل تهمته مطر. وشكرا.